صباح الحب، يا صباح الامل، يا صباح التفاؤل، يا صباح النهارده عيد الحب. عيد حب سعيد علينا وعلى مصر كلها. الحب بس مش بنعيد بيه حبيب وحبيبه، بنعيد بيه على كلنا. صديق، صديقه، حبيب، اخ، اخت، قرايب، جيران. ربنا يجعل ايامنا كلها حب، وربنا يجعل ايامنا كلها تسامح. مرضتش افوت النهارده عيد الحب كده وخلاص، قلت اجي النهارده اعمل لكم حاجه حلوه كده ان شاء الله تعجبكم. كيكه بالفراوله شكلها لذيذ جدا، وجنبيها كاس من العصير الفراوله بطريقه مختلفه وجميله جدا. تعالوا نشوف هنعمل. يلا بينا. معانا ايه يا حلوين؟ انا معايا 3 بيضات اهم قدامكم بلدي. انت اعملي البيض اللي عندك. تمام. هنزل عليهم ب3 من الفانيليا. تمام. يبقى 3 بيضات، 3 من الفانيليا. هننزل بايه؟ مج وربع من السكر. مج وربع من السكر. عايزه مج كفايه ماشي تمام، بس انا بحبها مسكره شويه فهحط مج وربع من السكر. هنعمل ايه؟ هنضرب بقى مع بعض بالمضرب كده. هضرب لمده 7 دقايق وارجع اوريكم القوام بتاعي. ومعايا يا حلوين اهو القوام بتاعي بعد 5 دقايق بالمضرب كده. هنزل بايه؟ علبه من الزبادي، علبه كامله من الزبادي. خلي بالك المقادير دي هي اللي هتظبط معاكي الكيكه بتاعتنا. تمام. هننزل بايه؟ عصير من الليمون، 3 معالق عصير من الليمون. تمام. يا رب الامور تكون واضحه. وهنضربه تاني بالمضرب لمده 5 دقايق وارجع اوريك القوام بتاعه عامل ازاي. ده القوام يا حلوين زي ما انتم شايفين. هنزل بايه تاني؟ ب3/4 المج كده من الزيت. ماشي، يعني مج الا ربع من الزيت. وهضرب كمان دقيقتين وخلصنا. على كده نشوف هنعمل ايه تاني. وده القوام يا حلوين اللي انا عايزاه. تمام. يبقى حطينا ايه هنا؟ 3 بيضات، 3 من الفانيليا، علبة زبادي كاملة، 3 معالق عصير من الليمون. تمام. ومج الا ربع من الزيت، زيت يكون نقي ونضيف. تمام. هغير طبعا البولة لان البولة هنا صغيرة اهي. وهنزل بالخليط بتاعي. هحط قد ايه من الدقيق؟ هحط مجين من الدقيق. تمام. هننزل بالدقيق يا جماعه، ما تنزليش بالمجين كلهم، يعني مج كده ونكمل تاني عشان بيختلف من الدقيق للتاني. هنزل بايه؟ كيس بيكنج باودر كامل، كيس بيكنج باودر كامل، وذره ملح صغيره خالص. تمام. طب فين الفراوله؟ لغايه دلوقتي احنا ما شفناش فراوله. هنقلب كده الدقيق وهنشوف فين الفراوله. معايا يا حلوين الفراوله اهي مقطعاها قطع زي كده، قطعيها بالشكل اللي يعجبك. تمام. هنعمل ايه؟ انا مسخنه الفرن من قبل ما اشتغل. تمام. وبعدين هدهن الصينيه حبه من الزيت ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي صينيه اهي زي ما انتم شايفين مقاس 24، ممكن 22 اصغر اوكي، لكن اكبر مش هتطلع قبه معاكي. يبقى عندي الصينيه مقاس 24. هنزل بايه؟ حبه سكر بودره مش دقيق، حبه سكر بودره. تمام زي ما انت شايفه كده. وهنزل بالخليط معاكم. نزلت بالخليط كله كده وهسويها. وعند الفرن شغال من ربع ساعه. هتاكلوا احلى كيكه بالفراوله النهارده. اسهل كيكه بالفراوله ممكن تعمليها النهارده وتقدميها لجوزك، لخطيبك، لبيتك في البيت. جميله جدا. كيكه بالفراوله هحطها بالظبط 40 دقيقه في الفرن. اوعي تفتحي عليها، هنحطها في الرف اللي في النص 40 دقيقه. هتفتحي قبليها بصي هتتعجن وهتهبط منك. 40 دقيقه بالظبط. افتحي وشوفيها هتلاقيها من كل الجوانب شكلها لذيذ واحمرت كده. ربع يا ربي سوري 40 دقيقه وارجع اوريكم. بس على ما الكيكه بتاعتنا تستوي تعالوا نعمل العصير بتاعنا. يلا بينا. هنعمل يا حلوين والعصير اللي احنا هنعمله النهارده اللذيذ اللي ليه طعم تاني. هنعمل ايه؟ عندك الفراوله
كانت في الفريزر مجمده. تمام اهو. وعندي الموز بالشكل ده. معايا ايس كريم على فراوله، ايس كريم على فراوله. عندك ايس كريم فراوله لوحده اوكي، فانيليا لوحده برده تمام، ده شغال وده شغال. عندي 2 من السكر، معلقتين كبار من السكر، ومعايا مج من اللبن. تمام. لو عندك كريمه لباني بتاعت الحلويات حطي معلقتين، هيوديكي في حته تاني خالص، بس انا مش عندي، هكتفي بده. يلا نشوف هنعمل ايه. نزلت بالموز يا جماعه اهو، وهنزل بالفراوله بتاعتي. تمام. بصوا مجمده ازاي بالتلج. ليه عامله لبن قليل؟ انا عايزاه القوام بتاعي يكون تقيل، مش عايزه قوام خفيف. تمام. هنزل بالايس كريم بتاعي كله اهو. تمام. وهننزل بالسكر بتاعنا، معلقتين من السكر. بصوا مج عصير او كاس عصير تحفه تحفه جنب الكيكه بتاعتنا اهو. مج من اللبن كامل. هعمل ايه؟ هضرب في الخلاط واوريكم القوام بتاعه. ورجعت معاكم يا حلوين، ودي الكيكه بتاعتنا اللي بالفراوله، شكلها جميل جدا جدا جدا. ده شكلها، مش عايزه اوريكم كمان. بصوا اهو، ولا متعجنه ولا الكلام ده خالص. بصوا اهو، بصوا بصوا الكيكه، شايفين؟ طبعا لسه سخنه، بس انا عشان التصوير وعشان اخلص معاكم. ده شكلها، شكل الفراوله بتاعتنا، كيكه بالفراوله. بصوا يا جماعه، بصوا الفراوله عامله ازاي، شكلها تحفه تحفه. جربوها واعمليها. عيد الحب النهارده، يلا اعملي حاجه حلوه كده تعجبكم وتعجب ولادك وتعجب خطيبك، تعجب حبيبك، تعجب جوزك. حاجه جميله جدا 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 وما بتاخدش وقت خالص. ومعايا الفراوله كمان، عصير الفراوله. بصوا بصوا شكله، قوامه عامل ازاي، قوامه تقيل. تمام. لو عايزه كمان تزينيه بالكريمه الشانتيه ممكن تزينيه، بس انا بحبه كده فاكتفيت بشكله كده. شكله بجد تحفه. اتمنى التصوير ما يكونش ظالمه. كل سنه وانتم طيبين، كل عيد حب وانتم بتحبوا بعض، وربنا يدوم المحبه يا رب بين الناس كلها. سنه سعيده عليكم، عيد حب سعيد عليكم.